السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على احلى متابعين في الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا جايب لكم عظمه، مكان من الاماكن الحلوه جدا اللي ما حدش يعرف عنها حاجه، فرع من فروع مصر، نادي مصر للتامين جوه 6 اكتوبر. مكان حلو قوي، لو لفينا بالكاميرا كده هنلاقي حمام سباحه كبير حلو قوي للعائلات. وزي ما انتم شايفين كده ده الحمام الكبير للكبار، وعلى الشمال هتلاقي الحمام الصغير يا دوب الميه ما بتجيش لحد ركبتهم، وده شكل الحمامين ومساحتهم بالظبط. الناس اللي بتدور على مكان كويس وسعره لطيف جدا، تقدر تغير فيه جو من كافيه، مش عايز تنزل حمام السباحه، تقدر ان انت تقعد على الكافيه وتشرب مشروبات وتنبسط وتقضي يوم حلو جدا انت واسرتك. وهنلف بيكم لفه حلوه كده سريعه، يلا بينا. تعالوا بقى ناخدها من البدايه كده. ده شكل البوابه او ده مدخل النادي من بره، مدخل كبير كده زي ما انتم شايفين. بعد كده هنتنقل نخش جوه البوابه، ده برضو شكل المباني بتاعتهم من جوه. بعد كده هنبدا نتنقل واحده واحده كده ونصور لكم المكان بشكل كويس او بشكل احترافي. هنخش بعد كده للمبنى الاداري من جوه. زي ما انتم شايفين عندهم جوه قاعه افراح، مكان كويس جدا، ودي العين الزرقاء مالناش دعوه بيها. ومساحه المكان محترمه، وفي استراحه، وفي كل حاجه انت ممكن تتخيلها جوه اي نادي محترم جدا وكويس جدا وشغال على الناس. ده شايف زي ما انت شايفين مساحته كده، مساحه عملاقه كويسه جدا تقدر تستوعب اي حد موجود وتقدر تنبسطه. نتنقل بقى للنقطه اللي بعد كده. ده شكل المطعم المغلق المكيف من بره. بعد كده هنخش عليه من جوه. زي ما انتم شايفين كده كميه تيبلز او ترابيزات بكراسي. مطعم كبير ضخم جدا، يقدر يتعمل فيه حفلات ويتعمل فيه اعياد ميلاد، وتقدر تخش تاكل فيه. لو انت مش حابب تقعد على البسين من بره او حمام السباحه، تقدر تعمل اللي انت عايزه فيه. كل المأكولات واطعمه، والاسعار ممتازه وفوق الممتازه كمان. زي ما انتم شايفين مساحه الصاله بتاعت المكيفه بتاعت المطعم كبيره جدا وتستوعب اي حاجه ممكن تقدروا تعملوها. ودي كانت الصاله المغطاه المكيفه. قدام المطعم ده بقى هتلاقي كده زي فيه تراس برضه محترم منفصل خالص عن حمامات السباحه. لو انت عايز تاكل بره تقدر تقعد برضه بره بشكل كويس جدا. يبقى كده المطعم المنفصل اللي بعيد عن حمامات السباحه هتلاقي فيه صاله مغطاه او مطعم مغلق ومكيف وتراس خارجي تقدر تقعد فيه زي ما انت عايز، برضه لو انت حابب تقعد في الهواء الطلق من بره. تعالوا ندخل بقى على الحته الترفيهيه. اول ما تدخل من بوابات النادي على طول على ايدك الشمال هتلاقي اللوجو بتاع مصر للتامين كده فوق كبير. هتمشي شويه وبعد ما تعدي من الجيت دي هتبص تلاقي على طول، هتلاقي على ايدك الشمال المسجد تصلي فيه. بعديها على طول هتلاقي كيدز اريا، وهنا صاله الجيمنازيوم، وهوب كيدز اريا تانية كبيره اكبر شويه من اللي قبلها. دي عشان الاطفال لو حابه تلعب تقدر برضو لو هي مش ملهاش في حمام السباحه. برضه هنا زي ما انتم شايفين حبيت ان انا اصور لكم حمام السباحه من كذا زاويه عشان اقدر اجيب لكم حجم حمام السباحه وشكله قد ايه كويس جدا وبيتم فيه التمارين. وبرضه حتى الحمام نفسه له مطعم منفصل لو انت عايز تاكل او تشرب مشروبات حوالين الحمام، حمام السباحه نفسه هتلاقي شكل الموضوع حلو قوي، قاعد جنب الميه وفي نفس الوقت في مطعم بيخدم عليه باسعار بره بالظبط. عايز اقول لكم قد ايه هو كان يوم جميل. وعايز اقول لكم على حاجه تانية كمان، ان في حاجات ملاعب كره قدم انا ما لحقتش اصورها، وملاعب طايره وتنس وحاجات كتير جدا تقدر تستمتع بيها جوه اللاندسكيب وجماله. وكمان في صاله العاب جمباز. وبجد قد ايه حمام السباحه كان اكتر من رائع وكان يوم حلو. اتمنى لكم يا رب دايما ايام حلوه جايه يا رب.